وصفة النهاردة دي تحديدا أنا ما كنتش مرتبة لها نهائي. كل اللي كان عندي في التلاجة شوية صدور دجاج وشوية خضار. دخلت المطبخ وأنا مش عارفة هعمل إيه. طلعت بطبق شهي ومميز وسهل جدا جدا، يمكن ما كلتوش قبل كده في أي مطعم من جماله. شايفين الألوان التحفة المبهجة اللي في الطبق والخضار والفراخ متتبلة تتبيلة روعة وطرية وجوسي جدا. لازم تجربوه، إن شاء الله متأكدة هيعجبكم قوي، مش هتبطلوا تعملوه أبدا. أنا رضوى سراج، لو أول مرة تنوروني في قناتي يلا نصلي للرسول ونشوف الطريقة مع بعض. عندي كيلو من صدور الفراخ، دي صدور فراخ كاملة. طبعا بتغسليها في الأول بالخل والملح والليمون وبتسيبيها تتصفى تماما من أي مية بتكون فيها. هاتي بقى بصلاية وسط افرميها في الكب ناعم وضيفيها وشوية ملح وفلفل اسود، مش اكتر من كده. سيبيها بقى في البصل والملح والفلفل حوالي كده ساعة 2، ويا سلام بقى لو سبتيها من بالليل هتفرق جدا جدا في التسوية والطعم. هبدأ بقى ان انا اجيب الصدور واقطعها الاصابع زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنقطعها مكعبات ما تكونش رفيعة قوي ولا سميكة قوي، الوسط، لان لسه هتنزل كمية المية اللي بتكون فيها اثناء التسوية. يعني كل صدر كده بتقطعيه 3 اصابع وبعد كده بتقطعي مكعبات. طريقة سهلة وبسيطة غير الطريقة التقليدية. كل مرة بنعمل الصدور فراخ بانيه، بعيد بقى خالص عن القلي وكل الخطوات الكتير دي. أسرع أكل هتعمليها وطعمها فعلا يجنن، زي أكل المطاعم بره بالظبط وأحلى وأنضف. هنبدأ بقى نقطع الفراخ كلها لمكعبات. شايفين الحجم ده بيكون حلو قوي قوي. خلاص انا كده انتهيت. اللي باقي بقى من التتبيله البصلايه والملح والفلفل هنزل بيها وقلبي كويس قوي قوي، لان الصدور بتكون سميكه شويه فالتتبيله ما بتكونش واصله لقلبها. خلاص انا كده انتهيت، يلا بينا بقى نشوف باقي خطواتنا. دلوقتي بقى هنقطع شويه خضار حلوين، فلفل اخضر على احمر على اصفر، والبصل طبعا قشرته وغسلته، وكمان طماطم. في بقى تكة عاوزة أكلمكم فيها بخصوص الفلفل. محدش يغسل الفلفل من بره ويكتفي بكده، لازم الفلفلاية تغسليها من قلبها ومن بره، وتنقعي الخضار شوية كده في شوية مية في آخر شطفة، ومعلقة كبيرة أو معلقتين من الخل، وتسيبيهم كده قد نص دقيقة وبعد كده تغسليهم. الخل هنا مهم جدا كمادة تعقيم للخضار والفاكهة في الغسيل، لان ساعات الفلفل بيكون في حاجات مع البذور جوه انتوا مش شايفينها، فخدوا بالكم لما تيجي تقطعي كده على البلانشة تلاقي الحاجات دي نزلت مع البذور وانتي مش شايفاها. خلاص انا خلصت كمية الفلفل كلها. شايفين بقى الالوان التحفة؟ كل ما تكتري الالوان في الطبق ده كل ما يكون ليه قيمة غذائية وشكله يكون مبهج وتحفة. برضو البصل هنقطعه جوليان. الخضار بقى على حسب الكمية اللي تحبيها، وبرده كل ما تزودي الخضار كل ما يكون ليها صوص وتكون جوسي كده معاكي تاكلوها مع الرز بألف هنا. الطماطم هنتخلص من الجزئية اللي فوق ونقطع الطماطم 4/4 ونشيل الجزء اللي من النص اللي فيه البذر. انا محتاجة اللحم بس، برضو هنقطعه شكل الفلفل بالظبط. انا خلاص كده انتهيت. هتجيبي الجريلا او اي طاسه او صينيه تكون عندك مفروده، وتنزلي بشويه زيت على سمنه او زبده، تسخنين كويس قوي قوي، وتنزلي بمكعبات الفراخ كده على دفعات، مش كله على بعض. نزلت بالشويه الاولانيين، هنبدا بقى نقلب لحد لما تخش في السوا، هندخلهم على جنب وننزل بشويه كمان. بعمل الخطوه دي عشان الفراخ تحتفظ كده بالعصاره اللي بتكون فيها وتكون جوسي وطريه، فلازم نديها صدمه في الاول، والنار بتاعتك تكون عاليه جدا. ما حبيتش الحقيقه ان انا اكتم الصوت عشان تعيشوا معايا كده الجو وتشوفوا قد ايه الوصفه جميله، هتفتح نفسكم جدا وسهله وسريعه ومش هتوقفك كتير خالص في المطبخ. نزلت بقى بالمكعبات بتاعه الفراخ كلها، مش هنقلب فيها كتير وهنسيبها لحد لما تخش في السوا ولونها هيغير زي ما انتوا شايفين. هتلاحظوا هتنزل كميه من الميه، طبعا هي هتستوي فيها وهتشربها. هندي تقليبه ونغطي بغطا محكم كويس قوي قوي، ونهدي بقى النار وتسيبها تكمل سواها وشويه، وهنفتح عليها ونقلب. لسه طبعا ما شربتش كميه الميه كلها، بس انا حبيت اوريكم مراحل التسويه، والحقيقه كانت ريحتها لا تقاوم، بدون اي اضافات بقى لا بهارات لسه ولا اي حاجه. هندي برضو تقليبه ونهدي النار ونغطي عليها لحد لما تستوي. لازم تاخد لون حلو ذهبي كده وتشرب كميه الميه اللي بتكون فيها. ننزل بقى بمعلقه صغيره كده من الثوم المفروم كده في النص، وقلبي وشمي احلى روايح. الثوم بيديها تست خطير. وبعد كده هننزل بالبهارات، مكعب مرق وده اختياري، بهارات فراخ، بابريكا وفلفل اسود وزعتر وجنزبيل ورشه سكر تظبط الطعم وتسرع في السوا. هي اوريدي مش هتاخد وقت معاكي خالص عشان احنا سايبينها في التتبيله. خدي بالك ما تزوديش في الملح لان لسه مكعب المرق فيه ملح، وهنضيف كمان صويا صوص او دبس رمان فما تكونش حادقه معاكي.
ده الخضار اللي احنا قطعناه مع بعض. هننزل في الاول بالبصل والطماطم، الفلفل بيكون اخر حاجه، وهنضيف ربع كوبايه من الميه مش اكتر، لان هي اوريدي شربت كميه السائل بتاعها. انا بضيف الميه بس عشان البصل والطماطم يتبلوا شويه ويكون ليها صوص وتكون جوسي كده وحلوه. وانت كده بتشتغلي فيها علقي على شويه رز ابيض او بشعريه، وبتبقى بألف هنا وجبه جميله بدون بقى لا تطبخي جنبها اي حاجه ولا كل الكلام ده. اخيرا هنضيف الفلفل الالوان وشويه من الصويا صوص او دبس الرمان، وقلبي بقى وكلي احلى فراخ. طريقه مميزه وجديده ومختلفه وسهله وسريعه جدا. بعد ما بنضيف الفلفل والالوان الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، دقيقه واحده على النار وبتقفلي. لازم الفلفل يكون فيه سنه قرشه كده عشان ما يفقدش قيمته الغذائيه ويكون الالوان حلوه وظاهره كده في الطبق بتاعنا. ايه رأيكم بقى في وصفة النهاردة؟ اظن بقى مفيش سهولة وجمال بعد كده. لوحة فنية يا جماعة، تركيبة الوان ما حصلتش وقيمة غذائية عالية. هنزين بقى وجه الطبق بتاعنا بشوية بقدونس رغم ان هو والله مش محتاج. قدميه بقى جنب رز ابيض او بشعرية وبألف هنا، هتعجبكم جدا جدا. والله انا كنت داخله المطبخ مش عارفه هعمل ايه، كل اللي عارفاه ان انا كان عندي صدور كامله في التلاجة. طب هقطعها واعملها فراخ بانيه ولا اعمل ايه؟ رحت سحبه الجريل على طول وعملت الوصفه دي معاكم. والله العظيم يعني انا مش متعوده احلف كتير في الفيديوهات، انا ما كنت مرتبه للوصفه دي نهائي، بس انا بحب دايما اخترع، واللي متابعني عارف ان انا بحب الموضوع ده جدا، ومفيش اجمل من الوصفات فعلا اللي بتخترعيها وما تكونيش مرتبه لها. كان عندي شويه فلفل الوان، وطبعا الطماطم والبصل موجودين في كل بيت، وعملت الطبق ده معاكم وكان وهمي. طعمه بجد خطير، لازم تجربوه. عجب الولاد جدا جدا، يعني بجد انا مش هبطل اعمل الفراخ او الصدور غير بالطريقه دي. لازم تجربوه ان شاء الله وتكتبوا لي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في لايك وشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب اسمها بخراد وسراج. ولازم طبعا ادوق الفراخ طريه وجوسي جدا وطعمها يجنن، والخضار طعمه خطير مع الرز. انتظروني بقى في حلقات جايه كتير، والسلام عليكم.